ماذا قال محمد صلاح بعد فوز ليفربول الصعب على بيرنلي؟ علق المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على فوز فريقه القاتل أمام بيرنلي بالهدف الذي سجله بنفسه في الدقيقة 95 خارج الديار في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتكفل صلاح بتسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء ليقود ليفربول للفوز بهدف وتحقيق الانتصار الرابع تواليا هذا الموسم. وصرح صلاح لشبكة سكاي سبورتس البريطانية عقب اللقاء قائلا: المباراة كانت صعبة ولكن أشعر بسعادة لتمكننا من تحقيق الانتصار. تشكيلتنا الأساسية بها عدد قليل من الوافدين الجدد، الأمر يحتاج لبعض الوقت لكي ينسجم الجميع ويتكيف اللاعبين الجدد مع طريقة لعبنا. وأضاف اللاعب: لا ندخر أي نقطة عرق في الملعب من أجل زرع الثقة في نفوس اللاعبين الجدد في الفريق، ولا نعرف للاستسلام طريقا، ونعمل على دفع أنفسنا لأقصى حد ممكن، ونجحنا في فعلها كفريق اليوم. من جهته اعتبر مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك أن فوز فريقه على بيرنلي كان مستحقا بقول انتصار مستحق، ولكن لو كنت مكان بيرنلي فإن احتساب ركلة جزاء في هذا التوقيت شيء غير لطيف على الإطلاق. صلاح سجل الركلة بصورة مثالية، إنه عالمي وحاسم.